سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. اليوم كيف ما تشوفوا معايا في لا فيديو غادي نوجدوا ميني بطبوط بلا شابلور اللي تيجي زوين بزاف عامر بالكفته، تيجي ناجح من اول مره. مشاهدينا الكرام كنصحكم على انكم تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير واللي غنحتاجوا فيهم. زلافه ديال دقيق الفينو، زلافة ديال دقيق عادي، معلقة كبيرة ديال خميرة فورية أو خميرة الخبز، معلقة ديال الزبدة، ملح حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال زيت نباتية. وغادا نبدا نجمع الخليط ديالي بشوية ديال الماء دافي حتى نحصل على عجين خفيف بزاف على هذا الشكل. من بعد مشاهدينا الكرام غادا نمشي نخلط شوية دقيق مع شوية ديال الفينو، وغادا نبدا نشكل كريات صغيرة على هذا الشكل. بالنسبة لهاد ميني بطبط فتيجي زوين بزاف، كنصحكم على انكم تجربوهم وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. من بعد ما شكلت كريات ديالي غادا نبسطهم على هذا الشكل، وغادا نخليهم يختمروا مدة 15 دقيقة. ومن بعد مشاهدينا الكرام غادا نوريكم الطريقة كيفاش غادي نديروا ليهم. فكيف ما قلت لكم هاد ميني بطبوط فتيجي زوين بزاف، تيجي ناجح من اول مره وتيجي راقي فوق المائده، تيجي زوين بزاف. فكنصحكم على انكم تجربوه وتجاوبوني. صافي مشاهدينا الكرام، هنا غادي نخليو ميني بطبوط ديالنا يختمر كيف ما قلت لكم مدة 15 دقيقة، وغادي نمشيو باش غادي نوجدوا الحشوة ديالنا واللي غادي نستعملوا فيها البصلة ديالي. كيف ما تنقول لكم ديما، على حساب البصلة شحال عندي على حساب الكفتة شحال عندي، تنديرو قد قد. هنا خديت ملح حسب الذوق، نص معلقة مع مرات ديال الابزار، توم وحده، شوية ديال زيت نباتية. غادا نخلط المكونات وغادا نخليهم فوق النار يطيبوا على عافية مهيلة. بما هبطت ليا البصيلة ديالي عاد غادا نزيد عليها الكفتة هنا استعملت ملح حسب الذوق، شوية الابزار، شوية الكمون، شوية خرقوم بلدي، شوية تحميرة على حساب الكفتة شحال عندي، زيت نباتية، قزبور ومعدنوس، توم وحده. وغادا نخلط المكونات ديالي كاملين. وفي الاخير خديت اعشاب منسمه، وغادا نخلط الكفته ديالي على هذا الشكل، وغادا نخليها مشاهدينا الكرام حتى تهبط ليا كيف ما قلت لكم البصيله ديالي. وغادا ندير الكفته، غادا نزيد عليها شامبينيون، غادا نزيد عليها زيتون مقطع، زيتون بيض، وغادا نديرها تاني فوق النار يطيبوا على عافيه مهيله بما طابت ليا الكفته ديالي. من بعد مشاهدينا الكرام ما غادا طيب ليا الكفته غادا نمشي البطبوط ديالي، غادا ندير عليه شويه ديال الحليب من الفوق، وغادا نفندو في لا شابلور. من بعد ندير تاني نضيف عليه الحليب ونفندو مزيان في لا شابلور على هذا الشكل. كيف ما تتشوفوا معايا ناخذ شويته ديالي ندير من الفوق لا شاب عفوا الحليب، من بعد نفندهم في لا شابلور على هذا الشكل. ونبقى غادا مشاهدينا الكرام تنكمل ميني بطبوط ديالي كامل. فبالنسبة لهاد ميني بطبوط بلا شابلور تيجي زوين ناجح من اول مرة، تيجي رائع جدا ولذيذ. فكنصحكم على انكم تجربوه وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فنبقى غادا على هذا الشكل تنكمل البطيبيطات ديالي كاملين
كيف ما قلت لكم ندير على الوجه ديال البطبوط ديالي الحليب، من بعد نفندهم في لا شابلور، من بعد ندير تاني الحليب ونفندهم تاني صافي. ومن بعد ما سخنت الزيت ديالي مزيان، غادا ندير البطيبيطات ديالي اللي درتهم في لا شابلور، من بعد ما نديرهم في المقيله ديالي ضروري ما ندير الزيت فوق منهم باش نحصل على هذاك الانتفاخ اللي تيكون في البطبوط، فضروري ندير الزيت من فوق منهم باش يجيوني منفوخين. نبقى غادا مشاهدينا الكرام على هذا الشكل هذا حتى نكمل البطيبيطات ديالي كاملين، ومن بعد غدا ندوز باش نعمرهم بالحشوه ديال الكفته اللي وجدتها. فكيف ما قلت لكم نبقى غادا على هذا الشكل هذا حتى نكمل الطياب ديالي كامل، عاد ندوز للحشوه ديالي. فمشاهدينا الكرام من بعد ما كملت البطيبيطات ديالي فتيجيوني على هذا الشكل هذا، تيجيو مقرمشين ومحمرين، تيجيو زوينين بزاف. هنا مشاهدينا الكرام تنحلهم وتندير المايونيز وهو الاول، من بعد تندير الخس ديالي وتنعمر بالحشوه اللي وجدتها ديال الكفته. نبقى غادا على هذا الشكل هذا تنكمل البطيبيطات ديالي في التعمار. فكيف ما قلت لكم ندير المايونيز، من بعد الخس، من بعد الحشوه اللي وجدتها، ونبقى غادا على هذا الشكل هذا حتى نكمل ميني بطبوط ديالي اللي تيجي مقرمش، تيجي لذيذ ناجح من اول مره، تيجي بريستيج. فكنصحكم مشاهدينا الكرام على انكم تجربوه وتجاوبوني في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف ما قلت لكم نبقاو غاديين على هذا الشكل، فانا تنزرب لكم لا فيديو باش تشوفوا معايا المراحل كاملين دغيا وما تملوش من لا فيديو. فمشاهدينا الكرام تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بطبوط بلا شابلور اللي تيجي رائع جدا، تيجي ناجح من اول مره، تيجي بريستيج، تيجي مقرمش. فكنصحكم على انكم تجربوهم وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. موعدنا يتجدد في وصفه جديده وشهيوه جديده على قناتي، قناه شاف ماجدولين. الى اللقاء.